بجد الموضوع زاد عن حد قوي، والجشع والاستغلال ما بقاش ليه حدود. النهارده يا جماعه بعت بنتي جابت ب10 جنيه عيش، جابت لي 10 ترغيفه، والله العظيم اصغر من ده بكتير ورفيع جدا، عامل زي ورقه الكراسه كده، رفيع جدا لأمتين ولا بيشبع اي حد. يعني احنا لو قعدنا في اكل عايزين لنا ولا 20 30 جنيه عيش؟ مش هينفع كده يا جماعه. واغلب الناس كمان بتجيب عيش، العيش اللي هو من السوبر ماركت او اي مخبز. بجد بيستغلونا استغلال غير طبيعي. انا بصراحه استفزوني جدا جدا جدا. وكمان انا رحت جبت كيلو دقيق وعملت 75 رغيف من اللي انتوا شايفينه، ما شاء الله. بجد هقولك كل اسراره وهينجح معاكي من اول مره ان شاء الله. وما شاء الله كله منتفخ زي ما انت شايفه. وعايزه اقولك ان جودته حلوه قوي، وكمان مليان كده ويشبع ما شاء الله. عايزه بقى تعمليه كبير صغير براحتك. انا عملت 75 رغيف ما شاء الله من كيلو دقيق. بجد مش هياخد معاكي اي وقت خالص، وما شاء الله جميل. بصي بصوا احنا بنفتحه زي الفل. وداعا بقى للاستغلال والغلا اللي احنا فيه. هم يا جماعه الحاجه غاليه، بس بجد هم بيزيدوا زياده عن اللزوم كمان. يعني فوق الغلا اللي احنا فيه واللي احنا بنشوفه، والناس مش عارفه تجيب اكل لعيالها. لا، التجار وكل الناس والمخابز بجد بيزيدوا فوق المتوقع، يعني بيزيدوا اكتر من ما احنا فيه. فاحنا يا جماعة، احنا ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر نوفر ونعمل في بيتنا اللي ان شاء الله كل حاجة نقدر نعملها ونوفر منها نعملها ان شاء الله زي الفل. بصي العيش يا جماعة اعمليه كيلو دقيق يعمل لك اكتر من 70 ولا 75 رغيف، وحطيه في الفريزر وطلعي منه على قد الاستخدام. ما شاء الله بصي ما شاء الله كله مفتح وطري وجميل. بصي يا جماعة تحفة والله العظيم. بتجيبيه من بره مقدد وناشف كده ومش حلو خالص. انا والله العظيم اتصدمت صدمة عمر لما شفت العيش وهي جايبه هولي. بجد انا اتصدمت والله العظيم 3. هنا انا جبت كيلو دقيق، وكيلو دقيق عادي، مش هقولك اللي هو مغلف ولا اي حاجه، لا دقيق عادي ب17 جنيه. وحطيت عليه ملح، معلقه ملح، وكيس زي ما انت شايفه كده خميره، ومعلقتين زيت وبس كده. وطبعا معلقه سكر عشان طبعا الخميره تقوم معانا. وعجنت بالميه زي ما انت شايفه. هي بصراحه خدت معايا الازازه دي الا حاجه بسيطه، ازازه الميه طبعا كل دقيق غير التاني. بس كده انا عجنتها عجن حلوه كده. وكمان حطيت معلقه زيت عشان بلفها بس كده عشان وشها ما ينشفش. وبعد كده غطيتها سبتها تخمر بقى براحتها زي ما انت شايفه كده. وبعد كده قطعتها كور صغيره، يعني اكبر من الليمونه. يعني شفتوا الليمونه الكبيره بالظبط كده. الليمون الكبير كده تقطعيه زي الليمون الكبير، او البرتقانه البلدي الصغننه. يعني مش البرتقال البلدي العادي، لا البرتقال البلدي اللي هو بيبقى صغير. تمام. عايز تعمليه كبير بقى براحتك، ده في ايدك انت. هنا انا قطعت زي ما انت شايفه. بسم الله ما شاء الله العجينه جميله وحلوه جدا. هنا بقى قطعي كده وقرصي بقى وتسلي كده. عايزه عندك عيال هاتيهم معاكي او اولاد يعني، وقطعوا معاكي هيبقى جميله جدا. هنا يا جماعه انا الاسهل ليكي بدل ما تعملي وتسوي، لا انا قرصته كله زي ما انت شايفه كده. وبعد كده فردته كله زي ما انت شايفه كده، وفردته على الرخامه كلها. وبعد كده غطيته بالفوطه. وبعد كده ابتديت اسوي. ده اسهل ليا كتير. بصي انا عايزه السمك ولا تخين قوي ولا رفيع قوي، اهو زي ما انت شايفه كده. سهل جدا يا جماعه بجد والله العظيم. هيقعد معاكي وقت حلو قوي، وكمان موفر معاكي جدا. 75 رغيف ما شاء الله جميل جدا. انا عايزه اقولك والله كله ما شاء الله اتنفخ معايا جميل قوي. بصوا انا هنا فرشت مناديل كده وحطيت عليها. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك المناديل دي انا لميتها تاني وبستعملها كل ما اعمل مثلا دونت اعمل عيش او مفردها تاني عليها. فما تقلقيش يعني احنا بنوفر. ما تقلقوش يا جماعه، الدنيا مش ناقصه يعني. احنا بنوفر على قد ما بنقدر. هنا بقى عايزه اقولك التكال مهمه قوي. اول ما يتشمع تقومي ما تستنيش لغايه ما يعمل بقليل كده، لا اول ما يتشمع تقومي قلباه. تقلبي، بصي تفضلي تقلبي شمال ويمين شمال ويمين لغايه ما تلاقيه بينتفخ كده. تمام كده. اثبتي على كده بقى يا دوبك سويه على الناحيتين. ما بياخدش ثواني والله، ما بياخد ثواني. بصي زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه ان انت ما تسيبهوش ان هو يستوي على جنب وتقومي قلباه، لا كده مش هيتنفخ معاكي. انت اول بس يتشمع كده ثانيتين 3 تقومي قلباه. كل ما تقلبيه كل ما هتلاقيه بينفخ معاكي. لقيتي واحد كده مش عايز يتنفخ ولا حاجه، هتلاقيه مثلا يتخرم من الجنب ولا حاجه، تقفليه من الجنب كده هيتنفخ معاك على طول. اهو زي ما انت شايفه كده. بصي جميل جدا ومنفوخ وطري وجميل. يعني والله العظيم انا اتعشيت منه والله العظيم طعمه تحفه. بصي ما شاء الله بيتفتح معاكي وزي العسل. يعني والله العظيم 3. انا جبت ب10 ترغيفه والله العظيم قد ده. يعني شوفي ابو جنيه ده اللي كان ما شاء الله كان كبير، لا بسم الله ما شاء الله سخطوه سخطه مقندله يعني. يعني اعوذ بالله ربنا يسامحهم بصراحه.
اهي يا جماعه، لو لقيتي واحد هو زي كده مثلا، انا عندي ده الوحيد والله اللي ما انتفخش معايا، ده بس ايه ان انا ايه رفعته زياده عن اللزوم، او تدوسي عليه من شمال ويمين تقومي ايه يقوم منفوخ. لو لقيتي واحد ما اتنفخش معاك تدوسي عليه كده، هتلاقيه ان هو ايه مفتوح من جنب ولا حاجه، تدوسي على الحته المفتوحه دي المهويه دي، هيتنفخ معاك على طول. تمام. انا ما شاء الله كله ما شاء الله اتنفخ معايا الا اللي انت شايفاه ده. ده ليه بقى؟ لان انا ما قلبتهوش بسرعه، يعني سبته لغايه ما استوى من تحت فما قلبتهوش، فعمل بقليل كده فايه ما اتنفخش معايا. ده الوحيد والله العظيم بامانه ربنا، ده الوحيد اللي ما اتنفخش معايا. لكن كله ال 74 رغيف ما شاء الله كلهم والله اتنفخوا معايا، والله العظيم ثلاثه. كله والله العظيم. بصي كانت جميل جدا وتسليه بصراحه. انت لما بتلاقي كده العيش كده بتنفخ بتفرحي، بتقولي يعني ده تعبك ما راحش على الفاضي، والله العظيم. لا بجد الموضوع يستاهل، يستاهل التجربه بجد. ممتع كده وجميل. بتفرحي بالحاجه لما بايه لما بتنجح الحاجه، الواحد لما الحاجه بتنجح معاه الحمد لله بيفرح كده لما بياكلوا حاجه كده ايه ويقولوا جميله. وبصراحه انتوا ما شاء الله ربنا يخليكم ويديمكم في حياتي، يعني بصراحه تعليقاتكم بتخليني ان انا مبسوطه. بتشجعوني بصراحه بالذات اليومين دول الحمد لله رب العالمين، بتشجعوني جامد يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمكم في نعمه عندي كده في حياتي نعمه ان شاء الله. وتقولوا لي كده بتتابعوني من انهي بلد، لان طبعا انا بحب قوي اعرف انتوا بتتابعوني منين. بصي ما شاء الله العيش يفتح النفس، يعني وداعا بقى للاستغلال والعيش يا جماعه الغالي، وكل حاجه بقت غاليه والله. احنا بنحاول نعمل كل حاجه في بيتنا. بصي ما شاء الله بذمتك، بسم الله ما شاء الله، الكيلو دي يستاهل ان انت تجيبيه كده وتعملي 75 رغيف ولا لا؟ اعمليه وجربيه وعلى ضمانتي ان شاء الله. بصي كله بيتفتح والله، كله اتفتح، مفيش الا الواحد بس اللي قلتلك عليه اللي هو ما اتفتحش معايا ده، لكن والله العظيم كله اتنفخ معايا. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا. اعمليه على ضمانتي وعلى ضمانة ربنا قبل ضمانتي طبعا، هينجح معاكي بإذن الله جميل جدا. انا والله بعمله على طول وما شاء الله الله اكبر، كله بيطلع معايا ناجح، كل مره بيطلع معايا احلى من المره اللي قبلها. بصي بطريقه ما شاء الله وجميل ازاي. يعني قولي لي بقى تسلم ايدك يا ام ملك.